السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض أسئلة على الدرس الثالث، المناخ والنبات الطبيعي في العالم، في كتاب الامتحان صفحة 68. احنا هنحل أسئلة الدرس الثالث على 3 أجزاء. دي أول جزء، الجزء الأول. الجزء الثاني والجزء الثالث هتلاقيه عندك في الوصف تحت. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. يتمثل المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي في افريقيا في حوض نهر الكونغو. يبقى المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي في افريقيا في حوض نهر الكونغو. اما في امريكا الجنوبية في حوض نهر الامازون. وفي اسيا بلاقيه في جزر اندونيسيا. 2. قارة تخلو من اقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. قارة اوروبا. يبقى الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي مش موجود في قارة اوروبا. في أفريقيا في حوض الكونغو، أمريكا الجنوبية حوض الأمازون، في آسيا في جزر أندونيسيا. 3. توضح المرئية الفضائية المقابلة عواصف التيفون والتي من الممكن أن تضرب المناطق الواقعة ضمن الإقليم المناخي المعتدل شرق القارات. يبقى الإقليم المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني بيتعرض لعواصف التيفون. 4. أي الأقاليم المناخية الآتية تخلو قارة أوروبا من وجوده بالرغم من توافر موقعه الفلكي؟ الإقليم الصيني. يبقى الإقليم الصيني مش موجود في قارة أوروبا، موجود في معظم القارات ما عدا قارة أوروبا. 5. أكبر مساحة من اليابس تنتمي للإقليم المناخي الجبلي توجد في قارة آسيا. 6. تتشابه المناطق التي تقع في جنوب شرق افريقيا وجنوب غرب امريكا الجنوبية في سقوط المطر طوال العام، لان جنوب شرق افريقيا اقليم صيني فبتسقط فيه الامطار طوال العام، وجنوب غرب امريكا الجنوبية تبع اقليم غرب اوروبا وبرضه بتسقط فيه الامطار طوال العام. 7. يسود اقصى شمال استراليا اقليم المناخ الموسمي. يبقى أقصى شمال استراليا إقليم موسمي. 8. يتميز إقليم بغزارة أمطاره صيفا ويسود الجفاف شتاء. برضو المناخ الموسمي. يبقى المناخ الموسمي أمطاره صيفا زي المداري بالظبط. المداري والموسمي شبه بعض في سقوط الأمطار، بس الموسمي بيكون غزير المطر صيفا. 9. يعرف إقليم المناخ المعتدل البارد شرق القارات بالإقليم اللورنسي. يبقى الإقليم اللورنسي هو المعتدل البارد شرق القارات، أما المعتدل الدافي فبقول عليه شرق القارات اللي هو الصيني. 10. تمتد سواحل الشام وتركيا داخل إقليم مناخ البحر المتوسط. يبقى سواحل الشام وتركيا داخل إقليم مناخ البحر المتوسط. 11. يعد المناخ في إقليم جنوب غرب أمريكا الجنوبية مرآة عاكسة للمناخ في شمال غرب أمريكا الشمالية. يبقى شمال غرب أمريكا الشمالية هو مرآة عاكسة لجنوب غرب أمريكا الجنوبية. والاتنين تبع إقليم مناخ غرب أوروبا. الاتنين إقليم مناخ غرب أوروبا. 12. إقليم مناخي يظهر في جميع القارات المأهولة بالسكان. يبقى إقليم مناخ البحر المتوسط يظهر في جميع القارات المأهولة بالسكان. 13. إقليم مناخي يقع في نفس عروض إقليم مناخ البحر المتوسط ولكن في شرق القارات. هو اللي في نفس عروض إقليم مناخ البحر المتوسط هو الإقليم الصيني، بس الإقليم الصيني في شرق القارات، أما البحر المتوسط في غرب القارات، والاتنين من 30 إلى 45 شمالا وجنوبا في نفس العروض. 14. يتشابه الإقليمان المناخيان المداري والموسمي في لسه قايلينها من شوية سقوط الأمطار صيفا. يبقى الإقليم المداري والموسمي الاتنين مطارهم في الصيف. 15. أي مما يلي يعد أكثر الأقاليم المناخية امتدادا في عدد دوائر العرض؟ إقليم مناخ التندرة، لأن إقليم مناخ التندرة بيمتد من دائرة عرض 60 إلى دائرة عرض 90 شمالا وجنوبا. يبقى هو أكثر الأقاليم المناخية امتدادا في عدد دوائر العرض،
بيمتد من 60 ل90 شمالا ومن 60 ل90 جنوبا. 16 يعيش حيوان الرنة في مناخ إقليم التندرة. 17 تنتمي مرتفعات الإنديز لمناخ الإقليم الجبلي. مرتفعات الإنديز في غرب أمريكا الجنوبية، ودي تبع مناخ الإقليم الجبلي. 18 يظهر في شمال دولة كندا مناخ برضو إقليم التندرة. في شمال دولة كندا مناخ إقليم التندرة. 19 يسود الجزر البريطانية مناخ إقليم غرب أوروبا. يبقى الجزر البريطانية إقليم غرب أوروبا. 20 تنتمي ولاية كاليفورنيا والساحل الأوسط في شيلي لمناخ إقليم البحر المتوسط. يبقى ولاية كاليفورنيا والساحل الأوسط في شيلي إقليم بحر متوسط. 21 يسود إقليم المناخ الموسمي في جزيرة مدغشقر. بإقليم المناخ الموسمي في جزيرة مدغشقر. 22 تشتهر دولة أندونيسيا بإنتاج أخشاب الماهوجني، لأن أندونيسيا إقليم استوائي وشبه استوائي، والإقليم الاستوائي والشبه الاستوائي بينمو فيه أشجار الماهوجني والمطاط والكاكاو. 23 يوجد إقليم مناخ البحر المتوسط بالأطراف الجنوبية والشمالية لقارة إفريقيا. يبقى إقليم مناخ البحر المتوسط في الأطراف الجنوبية والشمالية لقارة إفريقيا. 24 تتميز جميع الأقاليم المناخية الممتدة في العروض المعتدلة شرق القارات بأنها ممطرة طوال العام. يبقى الأقاليم المناخية في العروض المعتدلة شرق القارات اللي هو الصيني وفوقه اللورنسي مطر طوال العام. يبقى الصيني في شرق القارات طوال العام، والمعتدل البارد شرق القارات اللي هو اللورنسي بلاقيه فوقه طوال العام، مطر طوال العام برضه. 25 يتميز إقليم مناخ التندرة بالبرودة الشديدة طوال العام بسبب الموقع الفلكي، لأن إقليم مناخ التندرة بيمتد من 60 ل90 شمالا و60 ل90 جنوبا، فيتميز بالبرودة الشديدة طوال العام. 2 أكمل الجدول الآتي: النبات، الغابة التي ينمو فيها، والإقليم المناخي التابع له. 1 المهوجني دي غابات استوائية. إقليم مناخي هو الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. يبقى المهوجني غابات استوائية، إقليم مناخي استوائي وشبه استوائي. 2 الصفصاف في غابات الإقليم الصيني، وينتمي للإقليم المناخي المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني. يبقى المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني. البلوط برضو في غابات الإقليم الصيني، وينتمي للإقليم المناخي المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني. يبقى غابات الإقليم الصيني والإقليم المناخي المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني. 4 المطاط غابات استوائية، وينتمي للإقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي. يبقى الإقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي. 5 جوز الهند غابات موسمية والإقليم الموسمي. الزيتون غابات البحر المتوسط وإقليم البحر المتوسط. الشربين غابات مخروطية، وتقع ضمن إقليم المعتدل البارد شرق القارات اللورنسي. يبقى المعتدل البارد شرق القارات اللورنسي. 8 الزان غابات نفضية، تقع ضمن إقليم مناخ غرب أوروبا. 9 الصنوبر غابات مخروطية في الإقليم المعتدل البارد شرق القارات اللورنسي. يبقى الإقليم المعتدل البارد شرق القارات اللورنسي. السؤال الثالث: أمامك خريطة للعالم، اكتب ما تشير إليه الأرقام التي عليها. 1 إقليم المناخ، رقم 1 ده الاستوائي وشبه الاستوائي، ده حوض الكونغو. يبقى 1 المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، رقم 1 ده حوض الكونغو. 2 إقليم المناخ، رقم 2 ده الإقليم المناخ المداري، جنوب الإقليم الاستوائي، الإقليم المداري. 3 إقليم المناخ، رقم 3 اللي في أقصى شمال استراليا، إقليم موسمي. يبقى إقليم المناخ الموسمي في أقصى شمال استراليا. 4 إقليم مناخ، رقم 4 هنا في شمال غرب إفريقيا، إقليم البحر المتوسط. 5 إقليم المناخ، رقم 5 ده الإقليم الصيني اللي هو المعتدل شرق القارات الصيني، جنوب شرق قارة أمريكا الشمالية، جنوب شرق قارة أمريكا الشمالية إقليم المعتدل شرق القارات الصيني. 6 إقليم المناخ،
إقليم المعتدل البارد شرق القارات اللورنسي. 7 إقليم مناخ، رقم 7 اللي فوق خالص ده شمال أمريكا الشمالية، إقليم التندرة. 8 إقليم مناخ، رقم 8 جنوب غرب أمريكا الجنوبية، غرب أوروبا. 9 إقليم المناخ، رقم 9 الإقليم المناخ الجبلي. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الأول من تدريبات الدرس الثالث، وما تنساش تتابع معانا الجزء الثاني والجزء الثالث، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.